السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. آه، هنتكلم النهاردة في 3 مواضيع. طبعا القرعة بتاعت دوري أبطال أفريقيا اتعملت. قناة بين بكابورت. أقصد اللي بالي بالكم، بين بكابورت قعدت ربع ساعة تتكلم عن مدى سوء تنظيم قرعة دوري أبطال أفريقيا. آه، طبعا يعني انتوا بجد يا جماعه عندكم مخ. هم قعدوا يقارنوها بقرعه دوري ابطال اوروبا. عندكم مخ؟ انتوا عندكم مخ مثلا بتفهمهم وكده يعني، ولا تربيه غنم؟ انت بتقارن ايه بايه يا بهين؟ وبعدين مصر اللي بتنظم اهم بطولات مجمعه في القاره اساسا، ولا هو بين بكابورت مش عاجبها ان مصر تنظم اي حاجه مثلا، حتى لو حدث مش كبير زي قرعه دوري الابطال؟ التوقيت فعلا كان سيء، يعني في نفس وقت ماتش برشلونة وريال مدريد اللي انتهى طبعا، كان نصف نهائي كاس اسبانيا اللي انتهى 4-0 للريال. وكان في ماتش برضه وقتها، ماتش الاهلي والمحله. لكن غير التوقيت كانت حلوه في بساطتها. المذيعين الانجليش بتاعهم كان قوي، كان في ترجمه فوريه يعني بص اكتر من رائعه، ممتازه بصراحه. والناس كلها كانت مبسوطة، والحفلة مشت ولا أروع برغم بساطتها. انتوا بس اللي منافسين بين بكابورت، انتوا بس اللي منافسين، خليها تاكلكم. طبعا قرعة ربع النهائي اللي في دوري أبطال أفريقيا، في حتة بس عايز نتكلم فيها غير القرعة، يعني مين هيقابل مين. طبعا الأهلي المصري والرجاء المغربي، سيمبا التنزاني مع الوداد المغربي، شبيبة القبائل مع الترجي التونسي، بلوزداد الجزائري مع صن داونز. حتى لو افترضنا ان القرعه دي مش موجهه، ومش يعني ملناش علاقه بالنقطه دي، شوفوا بقى الفن في حاجه تانية. اللي هيفوز من الاهلي المصري والرجاء المغربي عفوا، هيقابل مين؟ هيقابل اللي هيفوز من شبيبة القبائل والترجي التونسي على ملعب اللي هيفوز من الاولاني. يعني الاهلي يعني على ملعب يا الاهلي يا الرجاء. ده فين الكلام ده؟ ده في نص النهائي. يعني معناه ان الاهلي والرجاء اللي هيصعد فيهم ما هوش هيلعب النهائي على ملعبه. طبعا متطبخه من دلوقت ان الاهلي والرجاء لو حد وصل فيهم للنهائي هيلعب بره ملعبه اي خدمه. طبعا متطبخه لمين؟ للوداد. ده لو وصل، يعني ده لو وصل يعني. فكنت حابب نتكلم في النقطة ديت. هنيجي طبعا لماتش الأهلي وغزل المحلة. وأبو تلاتة يا أبو تلاتة. الأهلي طبعا ملك التلاتات، الزمالك، هلال سوداني، غزل المحلة، وكل ده طبعا مع الرأفة يعني. بيرسي تاو لوحده مضيع حوالي 96 جون أو 97 جون، أنا مش فاكر يعني. مدرب الزمالك، ديت رابع موضوع هنتكلم فيه. مدرب الزمالك اللي هو هايكو هيرليتش، المدرب اللي هو الالماني اللي انا كلمتكم عنه امبارح، قلت لكم ان هو كان بيدرب بايرن ليفركوزن، وان هو يعني كان رافض ان هو يستلم الفريق في منتصف الدوري او في منتصف الموسم، دي المشكله بالنسبه له. جه امبارح غادر القاهره النهارده الفجر. ليه بقى؟ يعني يعني انا في الزمالك، ومعلش يا جماعه الزملكاويه برضو المحترمين، بس والله اللي بيحصل عندكم ده من اداره ومن احداث على طول، يعني ربنا يكون في عونكم. ده طبعا المحترمين الجماعه اللي هم المتعصبين دولت، طبعا احنا عارفين احنا هننفخهم ازاي يعني.
المدرب طلب الحصول على قيمة عقده كامل في حالة فسخ التعاقد معه. طبعا عارف اللي فيه يعني. هو طبعا شاف اللي حصل مع فريرا وشايف ان يعني الزمالك يعني على ما اعتقد كده اكتر، يعني اكتر فترة ممكن المدرب يغيب فيها ممكن يعني سنة ونص سنتين. فيريرا ديت بالتالي ما حصل في مواسم كان بيغير فيها اتنين وفي مثلا موسمين ورا بعض ممكن يغير فيهم تلاتة أربعة خمسة. فهو قال لهم لا، أنا لو في فسخ في التعاقد شرط إن أنا هناخد مستحقاتي كاملة. طبعا ما اتفقوش في البنود ديت أو في البند ده. ف خلاص يعني مش وتبدأ رحلة بقى الزمالك بقى في ان هم يبحثوا عن مدرب تاني يعني. اخواته وحبايبي، بتمنى يا رب ان احنا نكون جمعنا كل الاخبار اللي في الساحة الرياضية وعلى امل ان نلتقي ان شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.